إيه هي شروط الحصول على إقامة عقارية في دولة زي مصر؟ لو حضرتك أجنبي أو جنسيتك عربية وعايز تحصل على إقامة في مصر عن طريق شراء عقار في مصر، إيه هي الشروط وإيه هي الشروط اللي بتطلبها الدولة من أي أجنبي عايز ياخد عقارات أو يشتري عقارات في مصر بهدف الحصول على إقامة؟ مبدئيا أنا هقسمهم لحضرتك 3 كاتيجوريز. أول كاتيجوريز إن الناس اللي عايزة تشتري تاخد إقامة سنة وتجدد بيقدر ان هو يشتري عقار من 50 ل 100 الف دولار، واللي عايز ياخد 3 سنين يقدر ان هو ياخد عقار في حدود 200 الف دولار، واللي عايز ياخد 5 سنين فيما فوق ممكن يشتري عقار في حدود 300 الف دولار. لكن حضرتك هنا لازم العقار ده عشان حضرتك تاخده لازم يكون يتسجل في الشهر العقاري. يعني من شروطه ان العقار ده لازم يبقى متسجل في الشهر العقاري، وبناء عليه لازم الارض تكون متسجله في الشهر العقاري. فانت لازم الاول تتاكد ان الارض متسجله في الشهر العقاري، فبالتالي طبيعي جدا اي وحده سكنيه مبنيه على الارض دي هتتسجل في الشهر العقاري. لو مش متسجله في الشهر العقاري او معكش تسجيل في الشهر العقاري مش هتقدر تاخد اقامه بناء على انك اشتريت وحده سكنيه. طيب الناس اللي مستعجله وحابه تيجي بهدف الحصول على الاقامه بشكل فوري مضطر انك تدفع بنظام الكاش، مش هتاخد حاجه بنظام القسط زي ما هو موجود في المدن العمرانيه الجديده. فلو حضرتك مستعجل على الإقامة ومحتاج تاخدها دلوقتي هتدفع ال100,000 أو ال200 أو ال300,000 دولار كاش، وبكل سهولة هتحصل على الإقامة. أما لو حضرتك عايز تاخد عقار تحت الإنشاء وبعد فترة تحصل على الإقامة، هتضطر حضرتك تيجي بفيزا سياحية عادي، دي بتبقى إقامة 6 شهور بتقعد في البلد دي لغاية ما تستلم العقار بتاعك، وبعد كده تسجله في الشهر العقاري، وبعد كده حضرتك تحصل على إقامة. يعني أنت عندك حالتين. لو حضرتك مستعجل على الإقامة تقدر إن أنت تشتري وحدة عقارية مسجلة في الشهر العقاري، وتاني شرط إن هي لازم يكون التحويل بالعملة الأجنبية وعن طريق البنك، عشان دي أوراق أنت لازم بتقدمها، وطبعا وصورة جواز سفر وشوية أوراق تخص حضرتك زي الصور والحاجات اللي زي كده. دي كلها لازم تتوفر عشان حضرتك، وطبعا تاخد الوثيقة من الشهر العقاري إن الوحدة دي متسجلة في الشهر العقاري، بناء عليها تقدر تروح تحصل على إقامة. بتاخد من أسبوعين ل3 أسابيع بالكتير، وفي مكاتب محاماة كبيرة بتقدر إن هي تعمل لك الخدمة دي. طب لو حضرتك عايز تشتري شقة سكنية وهتستلمها كمان 3 سنين 4 سنين، مش هتعرف طبعا تسجلها إلا لما تخلص تمنها بالكامل. فحضرتك بمجرد ما تستلم الشقة بتاعتك بعد 3 سنين أو 4 سنين بتروح تسجلها في الشهر العقاري. حتى لو عقد ابتدائي بتقدر ان انت تسجله لغاية ما تخلص بقية تمن الوحدة السكنية بتاعتك. بعد كده برضو بتروح تسجلها في الشهر العقاري، بس لازم شرط أساسي ان هي تكون متسجلة في الشهر العقاري. النقطة التانية إن حضرتك كأجنبي ما تقدرش تحصل على أكتر من عدد أمتار 4000 متر. يعني ما تقدرش إن دي قسمهم بقى على كذا عقار أو على عقار واحد. يعني دي من الشروط. ومن الشروط كمان إن لازم يبقى في موافقة إن المكان ده مش مكان مثلا خاص بمنشأة عسكرية أو قريب من منشأة عسكرية أو الحاجات اللي زي كده. وبعض الجنسيات المعينة بتحتاج حاجة اسمها موافقة أمنية. فحضرتك تاني هراجع تاني عشان الموضوع يمشي بشكل منظم. لو حضرتك أجنبي أو عربي عايش بره مصر، حضرتك تقدر تاخد وحدة تحت الإنشاء، بعد ما تستلمها تاخد الإقامة بقى سنة أو سنتين أو 5 سنين وتجدد. ولو عايز تاخد وحدة تحت الإنشاء بس أنت في ال3 سنين دول أنت بتدرس مثلا هنا في مصر، تقدر تيجي بفيزا سياحية عادي خالص بتتاخد بكل سهولة، تقعد 6 شهور وبتسافر وبتجددها تاني لو انت حابب تيجي يعني. بس طبعا لو خرجت في خلال ال6 شهور دول الإقامة بتنتهي. فيبقى أول حاجة لازم يكون وحدة مش أقل من 50 ل 100 ألف دولار، ده أقل شيء عشان تاخد إقامة سنة وتجدد. لازم تكون معلنة ومشهرة ومسجلة في الشهر العقاري، والأرض كذلك. لازم يكون ان الوحده دي موجوده في مكان يعني ما يكونش قريب من منشآت حساسه او منشآت سكنيه عسكريه. ولازم يكون التحويل عن طريق بنك وموثق من البنك.
احنا كشركه توب مانجمنت ممكن نساعد حضرتك في حاجه زي كده، بالاخص ان احنا شركه تسويق عقاري، نقدر نختار لك الوحدات، نجيب لك سواء واحده كاش او واحده قسط، نقدر نجيبها لك من مطور مضمون ومسجل الارض في الشهر العقاري. دي نقطه مهمه جدا. فنقدر نساعد حضرتك في حاجه زي كده. فلو في اي استفسارات تقدروا تبعتوا لنا على الارقام اللي قصاد حضراتكم الواتساب، وانا في خدمتكم دايما. وكمان الاداري والتجاري ملوش علاقه بالحصول على اقامه، السكني بس. شكرا.